أكاديمية قاع الهامور لإدارة الهبد المتكامل. مساء الخير يا مواطن. لو فاكر إن ترند أهل قاع الهامور مجرد كرتون نتفرج عليه ونضحك، فأنا أحب أقول لك إن في ناس خدت الترند ده وعملت منه منهج إدارة إشاعات. والله العظيم زي ما بقول لك كده. تعال أوريك كواليس ورشة عمل الهبد السريع بتدار إزاي. يا جماعة الريتش واقع والناس ما بقتش تصدق خرافات زمان، عايزين إشاعة تقيلة لزوم الموسم، نقول إنهم هيبيعوا البحر المتوسط ونقفل عليهم الشواطئ. يا عم قديمة ومهروسة، بص اكتب عندك عاجل فرض ضريبة على الهواء النقي وخصم 10% لو بتتنفس بصوت واطي. يا سلام لو نزود ان العداد بقى هيبقى بالدولار، اقسم بالله ترند عالمي. وينزل بقى البوست الممول وتلاقي الكومنتات كلها حسبي الله. انا فعلا حسيت النهارده بكتمه كده وانا باكل كشري يا اخي، اتاري الهوا بيخلص. ما تقعد يلا في حته. الكتمه دي عشان انت مزود التقليه يا رحتان، مش عشان المؤامره الكونيه اللي على الشفاط بتاعك. بعيدا عن الضحك، الإشاعة عند الجماعة دول مش مجرد قلشة، دي أداة هدفها يخليك طول الوقت محبط وماشي ورا أي ترند وخلاص. والأسوأ بقى لما الترند يتحول من سخرية لموجة قلة أدب وتجاوز في حق رموز الدولة ومؤسساتها. خدها قاعدة يا صاحب العقل، رمز الدولة مش مجرد شخص أو مجرد فرد، الرمز ده هو هيبة بلدك وهيكلها قدام العالم كله. عايز تختلف اختلف، عايز تنتقد انتقد، عايز تشتكي من الغلا ومفيش حد هيمنعك من ده. بس في شعرة رفيعة قوي بين النقد البناء وبين قلة القيمة والإهانة اللي بتقلل منك قبل ما بتقلل من غيرك. لما تشير ترند بيسخر من رمزك عشان كلمتين حنينين أو شوية لايكات، انت هنا مش بتبقى كول ولا ناصح، انت بتقدم خدمة مجانية للناس اللي بتتمنى مصر تقع من غير ما يدفعوا جنيه واحد. عشان كده لما تلمح إشاعة عبثية شغل حصة قاع الهامور وانسى الموضوع. بس لما تلاقي الترند دخل في إهانة لرمز من رموز بلدك، شغل فلتر العقل فورا، تجاهل وما تشيرش وراجع المصادر الرسمية. خليك أذكى من اللعبة، وقاع الهامور خليه في الكرتون مش في طريقة تفكيرنا. سلام.